دي أبشع جريمة حصلت في مصر، وانتشر عنها شائعات إنها طقوس سحر، والقاتل لحد النهاردة حر بين الناس. أواخر سنة 2005 في قرية بسيطة جدا في محافظة المنيا اتسمع أذان الفجر، وخرج أبو بكر الراجل البسيط، خرج من بيته متجه للمسجد، وكان متعود يقابل أخوه هناك كل يوم، ولكن اليوم ده أخوه مجاش. خلص صلاته وقرر يروح يطمن على أخوه وأمه اللي هم أصلا ساكنين سوا. خبط على الباب ولكن محدش فتح، ففتح الباب بالمفتاح اللي معاه ودخل البيت. البيت كان ضلمة وساكت بشكل غريب على غير الطبيعي. دخل وراح على أوضة أمه، وأول ما دخل الأوضة طلع منه صوت صرخة هزت البلد كلها. أهل البلد جريوا على البيت، لقوا أبو بكر مغمى عليه وأمه نايمة على السرير مدبوحة وبطنها مفتوحة وأعضائها طالعة، حتى العضو التناسلي كان متشال مقطوع من مكانه.